أهلا ومرحب بكم أصدقائي أصدقاء قناة على المنصة مع أحمد حواش، القناة اللي بتقدم لكم المعلومات القانونية بشكل بسيط وعملي. في الفيديو بتاع النهاردة هنعرف مع بعض إزاي تكتب وصية بطريقة قانونية، وإيه اللي ممكن يتكتب في الوصية، وإزاي تضمن إن وصيتك هتتنفذ بعد عمر طويل. عشان تعرف كل ده تابع الفيديو ده للنهاية. أول حاجة لازم نعرفها يعني إيه وصية، ودي الوثيقة اللي هتقسم تركتك بعد عمر طويل ليك، يعني بعد وفاتك. وعشان التقسيمة دي تمشي زي ما انت عايز، شوية شروط لازم تعرفها كويس جدا. أول حاجة إن أي وصية لازم تكون مكتوبة، سواء بخط الإيد أو على الكمبيوتر. المهم إنها تكون مكتوبة بطريقة واضحة وما فيهاش أي غموض. تاني حاجة إن الوصية لازم تمضيها قدام 2 شهود رؤية العين. تالت حاجة هو إنك لازم تعين شخص عشان يقدر ينفذ وصيتك بعد عمر طويل ليه، وتقدر تغير الوصية في أي وقت طالما قواك العقلية بصحة جيدة. بس لازم تتأكد الأول إنك لغيت الوصية الأولانية علشان ما يحصلش لبس. كونك هتكتب وصية قانونية ده أمر مهم جدا، لأن غرضه توزيع ممتلكاتك بعد وفاتك. فلو عندك أي استفسار بخصوص الموضوع ده ما تترددش واكتب لنا في التعليقات وهنرد عليك فورا. وما تنسوش اللايك والمتابعة والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد.